كثير بتويتر طلبوا مني اني اقول قصة الحجاج الجزائريين اللي بالقصيم. نعم، حجاج جزائريين بالقصيم. هذول سلمكم الله واحد من بني جلدتهم بلدهم، لعب عليهم وغشهم واخذ من الواحد تقريبا 55,000 ريال او اقل او اكثر، مقابل انه يبي يحججهم. قدر يهربهم عن طريق مطار الجزائر ويطلعهم بدون فيز، وبلحظة اكتشفوا انهم مطار الامير نايف بالقصيم جايين حج. وين تبون؟ قالوا والله حنا حجاج. اي حجاج؟ انتم مطار، ما انتم مطار جدة ولا مطار مدينة، انتم بالقصيم. لا يمكن ان تتوقعون الواقع النفسي عليهم. مرة تضايقوا، مرة جلسوا يبكون، عز وكبارين وصغارين، دفعوا دم قلوبهم وشقى عمرهم بهالحج، يكتشفون انهم تعرضوا حالة غش كبيرة. ولكن فضل الله سبحانه وتعالى واسع. تعاونوا الشباب ورفعوا لوزارة الداخلية موضوع. خلال 3 ساعات جتهم فيز وجاهم امر من خادم الحرمين انهم يحجون على حساب الملك. وكانت الفرحة لا توصف. ولكن مو بهنا برضو ما انتهى الموضوع. طلعوا وسكنوا في شقق فندقية بالقصيم. بعد ما سكنت هالحملة هذه بالفندق بالقصيم، انهالت الأهالي بالهدايا والغداء والعشاء. اللي داخل اللوبي معه تمر، واللي داخل معه معمول، واللي داخل معه عطورات، واللي داخل هدايا للحجاج. الناس بخير وتبي تخدم الحجاج، وهذه فرصة عظيمة. حجاج ساكنين جنب بيتك، يعني أنت بالقصيم وهيالك إنك تخدم حجاج. هم مساكين طايرين من فرحة، عاجزين يعبرون. يعني يقولون الآن مش اهتمامهم إلى أبر السكر وحبوب السكر. علما أن الدولة ما قصرت بالإعاشة، كانت تعمل الفطور والغداء والعشاء، ولكن كان يجي فطور وغداء وعشاء من الأهالي يوميا لللوبي. جلسوا بالقصيم 3 أيام، وجاء وقت الوداع، وجاءت الدولة وارسلت السيارات اللي تبي تشيلهم ينتقلون للمدينة المنورة. كانت لحظات الوداع، يعني تعانقوا مع بعض الأهالي وهالحجاج هذولا. والله مشهد لا يمكن أنقله ولا أقدر أوصف شعوره. يعني ذاك المشهد مرة كانوا مبسوطين، مرة كانوا يدعون، بغوا يدعون للي غشهم ذاك. يعني احتمال كبير 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 ما أخفيكم أنهم السنة الجاية يحجون عندنا بالقصيم. مرة انبسطوا. وعلق بذهني موقف هذيك العجوز اللي عمره فوق 80 سنة جايته مع ولده بالسيارة للفندق، ولا تقوى تنزل من السيارة. جايبة للحريم اللي مع الحملة شالات، فتقول عدهم عط كل واحد 2. هذا الموقف مو هو بحكرا على القصيم، هذا الموقف سيكون بأي منطقة بهالبلد كانوا ممكن يخطون ينزلون بالحجاج. أما الإعلامي مختار حامد، وهو صحفي من حجاج هذه السنة، يقول يوم دخلت مستشفى النور في مكة قبل يومين عنده إصابة بإصبعه وعنده سكر وقرر له بتر في إصبعه. فيقول كان في شباب يدخلون أفواجا مستشفى النور، وكنت أسألهم وين تبون؟ قالوا احنا نبي بنقدم. يقول قلت لهم عندكم مريض؟ قالوا لا ما عندنا مريض، ولكن قطعا الحجاج سيحتاجون دم بالفترات القادمة، فنجي احنا نتبرع. كانوا كلهم شباب سعوديين. فيقول كانت الصورة المنقولة لي انه الشباب السعودي شباب مترف مهتم بالسيارات والتفحيط وغيره، لكن الحقيقة اني شاهدت عكس ذلك. شباب متحمسين للحجاج، جالسين يتبرعون بدمهم ويجون افواجا افواجا للمستشفيات في المنطقة الغربية. افخر انك من هالبلد، افخر.